رحيل جوميز عن تدريب الزمالك من اول كده ومن الاخر. فتش عن الاداره، كل حاجه سببها الاداره. الصفقات الفاشله والفريق الوسخ اللي عندنا ده سببه الاداره. تاخير فلوس المدرب 3 شهور سببه الاداره. يناير داخل علينا وزيزو ما جددش بسبب الاداره. اللعيبه ليها فلوس وكل ما الوقت بيعدي الفلوس بتزيد بسبب الاداره. رحيل جوميز مسؤوليه الاداره. انا مش همسك في راجل اجنبي واطلب منه يضحي ويصبر عشان خاطري، ده اللي مننا ما بيعملوش معانا كده. وعلشان الناس بتوع المؤامرات لازم يا جماعه تفككم من الكلام ده. احنا عندنا اداره عويله بقالها شهور بتقول ان هي هتجدد لجوميز. طب هل جددوا له؟ رفعوا عقد وحموا النادي والفريق؟ يبقى العيب في مين يا جماعه؟ على الناحيه التانيه في ناس هتقول لك كولر هناك اهو مكسر الدنيا، محدش ولا مؤاخذه بيغريه ليه؟ هقول لك عشان في اداره مأمنه نفسها منه هو شخصيا. يعني اوعى تفتكر ان كولر ما بيجيش لعروض، لا بيجي وكتير كمان، لكن النادي اللي بيفاوضه بيلاقي عقد كبير وعدد سنين وشرط جزائي ضخم فبيرجع. كولر بياخد في الاهلي 200,000 دولار في الشهر وجوميز بياخد 50,000. انت بالعقل والمنطق مين اسهل يتجاب؟ مين اسهل يتغرب الفلوس؟ جوميز ابو 50 ولا كولر ابو 200؟ بالعقل يا جماعه اهو ومن غير جو المؤامره والنطع ده. هتقول لي ما على قد فلوسنا واحنا امكانياتنا كده، هقول لك خلاص نفضها سيره بقى يا جماعه وبلاش وجع دماغ، بلا منافسه بلا زفت. عايز تنافس ازاي بالمبالغ دي؟ لا وكمان تتفوق على الاهلي وبيراميدز؟ ليه يعني؟ بأمارة ايه الكلام ده؟ وبص لعيبتك ام بلاش وانت هتفهم ليه احنا عمالين نبعد اكتر واكتر عن المنافسه. مش عايز تصرف وعايز تكسب، تيجي ازاي؟ معرفش. حتى لما جبت مدرب على الورق نص لبه عشان مرتبه قليل وتقدر تدفعه، ربنا كرمك من وسع وطلع مدرب جامد وعدل الفرقه وخد كونفدراليه وخد سوبر القرن من الاهلي. فالمفروض كنت تعمل ايه؟ تعدل وتمدد عقده فورا، لان الراجل نجح خلاص معاه وبقى مضمون، واستمراره مهم للفرقه واستقرارها، وعلشان تقطع الطريق على اي حد يحاول ياخده منك. لكن انت كاداره عملت ايه؟ ولا حاجه. وفضلتم مفخدين على اساس ان احنا بنلعب تحت الارض والراجل محدش هيشوفه، وقعدوا معانا مضمون. فكانت النتيجه اللي احنا فيه دلوقتي. ومن جوميز لزيزو اللي يناير خلاص اهو ولسه محدش قعد معاه. انتوا متخيلين يا جماعه احنا فين؟ محدش قعد معاه لسه. طب هتقعدوا امتى؟ اما يمضي في يناير لحد تاني وتطلعوا علينا شويه اللجان يقولوا عليه خاين. جوميز مشي لانه خاين، زيزو ما جددش لانه خاين، الصفقات اغلبها فاشله عشان المدرب الخاين هو اللي اختارهم، واللعيبه ما بتاخدش فلوسها عشان لعيبه خاينه طبعا بتاعت فلوس. الفرقه وسخه ومخرقه ومفيش اي تحرك في الصفقات عشان معناش فلوس. بس معانا فلوس نرجع سله النسوان الحمد لله، ونعمل كوره ويد وطايره للنسوان. معناش نجدد لجوميز بس معانا نجدد للجزيري. مفيش مقدم تعاقد لزيزو بس في مقدم تسويه لسامسون. معناش ندفع لبن شرقي بس معانا ندفع لكونراد. اصل بوبنزا الناس خوفوه يجي مصر، والبركاوي ابوه تعبان، والانديه المصريه بتغلى علينا، فمش عارفين نجيب لعيبه ونعمل فرقه يا جماعه. كل كلامهم حجج في حجج، كأن الكل بيلعب ضدهم وهم تمام وزي الفل وعاملين اللي عليهم وزياده. انتوا لا زي الفل ولا زفت ولا عاملين اللي عليكم ولا نيله، وبطريقتكم دي ما اختلفتوش عن المعتوه وعياله في اي حاجه. ولو طريقه الاداره ما اتغيرتش واشتغلوا الام مصلحه الفرقه وقعوا الزمالك معاهم هيبقى مساله وقت مش اكتر. هل معنى كلامي كده ان جوميز براءه؟ اكيد لا. جوميز ومن غير كلام خاين، ومش علشان مشي، لا عادي اي مدرب ممكن يمشي، لكن توقيت الرحيل هو اللي خيانه. لو انت مبيت النيه وفي دماغك انك هتخلع يبقى كنت تعملها بشياكه. عندك اخر الموسم اللي فات، عندك بدايه الموسم ده، عندك اخر الموسم ده اللي هو نهايه عقدك وما تجددش يا عم وغور في داهيه. لكن تبدا معانا الموسم ونبقى خلاص في نصه وداخلين على يناير، يعني صفقات ولاعيبه تمشي ولاعيبه تيجي ومحدش يعرف الكلام ده غيرك، تقوم سايب الفرقه وماشي. امال كنت بتخبط على صدرك وتروح للجمهور ليه؟ وبتهود الاداره في الخرا اللي بيعملوه ده بحجه انك مقدر ظروف النادي، وفي الاخر هقول لك ايه؟ غور يا عم في داهيه تاخدك. ومع اني ما بحبش البق الحمضان ده بس زي ما عملناك هنعمل غيرك، مش هتقف عليك انت يعني. نيجي بقى للمصيبه الفنيه اللي احنا فيها دلوقتي. الراجل غرف ده هتاخده خلاص، واخد معاه الاجانب واخد مجدي كمان.
ومحدش يفتكر ان مجدي هيقعد. الراجل عايزه معاه ودي فرصة، ومجدي مش هيخاطر بفرصة زي دي عشان يدرب الزمالك ماتشين وبعدين يمشي. فمفيش حد معانا على الدكة لماتش المصري، وبما انكم سلاحف فمش هتكونوا جبتوا مدرب، ولان الزمالك عايز مدرب اجنبي علشان جو المصري ده انتهى ومش مقبول اصلا التفكير فيه. فياريت تجيبوا اي حد يقود ماتش المصري. عندك معتمد جمال وكان معانا في نفس الموقف السنة اللي فاتت وقدر يمشي الدنيا، لكن يبقى عارف وانتوا كمان تبقوا عارفين انه مؤقت وهيمشي بعدها، حتى لو كسب كل الماتشات من هنا ليناير، لان ما ينفعش للزمالك الا الاجنبي اللي لازم يجي في اسرع وقت، اللي هو امتى؟ 3 ايام من دلوقتي، عشان يشوف الفرقة دي ويتعرف عليها، حتى لو مش هيدرب على طول لكن يوصل ويتابع الفرقة ويشوفها. اما نواقص الفرقة والصفقات الناس كلها عارفاها، لازم في يناير مهاجم وجناح اجانب ورقم 6 ومدافع. دي حاجات مش محتاجين مدير فني عشان يقول لنا عليها، ولو انتوا كنتوا بتكلموا حد كملوا وهاتوه، لان الراجل هو اللي مشي لكن الفرقة لسه زي ما هي ونواقصها هي، لان اللعيبة اللي هتيجي لازم يتجابوا بالكتير اول اسبوع في يناير وينزلوا بسرعة مع الفرقة، غير كده انسى، مش هيبقى فيها دوري اللي انت فارق فيه عن الاهلي وبيراميدز، ولا حتى مركز تاني وتأهل لدور الابطال، وحلم كاس العالم اللي انتوا طالعين تقولوا للناس ده انسوه، والكونفدرالية اللي مش عجبانا دي مش هنعرف نكمل فيها للاخر حتى، لانها اصعب الموسم ده وهيبقى موسم زفت عليكم، لان احنا مفيش قدامنا غيركم ومش هنمسك في حد غيركم ومحدش هيشيل الليلة غيركم، واللي فيكم مش قدها يسيبها ويغور. اخيرا الخلاصة في كل اللي انا قلته ده ايه؟ كوميس خاين، خاين. بسبب ايه؟ بسبب التوقيت اللي مشي فيه، لكن الادارة هي السبب. لا هم جددوا له بعد السوبر وعلوا المرتب القليل عشان يتراضى، ولا هم بيدفعوا المرتب القليل ده اصلا ومأخرين للراجل 3 شهور، ولا هم جابوا للراجل اللي هو عايزه في الصيف، ولا شكلهم كانوا هيجيبوا في يناير. وحتى اللعيبة ما بتاخدش فلوسها. كل دي ظروف خلقتها الإدارة وهي السبب في اللي احنا فيه دلوقتي. ولسه زيزو وتجديده، وعندك عبد الله والونش والمسلوسي ودونجا وعمر جابر، كل دول عادهم بيخلص السنة دي ومحدش عبرهم وكلمهم في تجديد لحد دلوقتي. مستنيين ايه؟ معرفش. طب بيراهنوا على ايه؟ على ان اللعيبة دي زملكاوية جدا وقاعدين معانا ومحدش هيمضي في حتة تانية. يا جماعة انتوا اكيد ناس بتحبوا النادي، يعني كأن حب النادي ده هو اللي هيأكل عيالهم. فرايحين على فين؟ انا مش عارف. انا اسف لو بسودها لك، لكن للأسف هو ده الوضع اللي احنا فيه دلوقتي، ومفيش في ايدينا غير اننا نعمل اللي احنا متعودين عليه ونخلينا ورا الزمالك، لان والله الزمالك ماليه غير جمهوره.